السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع فيديو جديد. عربية جيلي كوليري موديل 2024 احتمال تنزل قريب جدا السوق المصري في الأيام اللي جاية دي. العربية هتنزل بفيس ليفت، مع إن احنا شايفين إن هو مش فيس ليفت، لأن العربية هيكون فيها تغييرات جذرية بره وجوه، فيعتبر مش فيس ليفت، يعتبر عربية جديدة كليا، أو يعتبر جيل جاي للعربية. بس هما يعني الشركة ذات نفسها اللي منزلها شركة جيلي الأم طبعا في الصين، يعتبر يعني إيه منزلها على إنه فيس ليفت، او يعني اصدرت العربيه على انه فيس ليفت، رغم ان كمان العربيه كشكل من بره وكامكانيات من جوه العربيه متغيره تماما عن الموديل اللي قبله. ده حتى كمان الموتور اتغير عن الموتور اللي قبله، الموتور بقى 4 سلندر، لكن الموتور بتاع الموديل اللي فات كان 3 سلندر. خلينا نتكلمكم عن ايه، عن يعني الايه اللي وصلنا من امكانيات العربيه. الموتور بتاعها يعتبر هيجي 4 سلندر زي ما قلنا. هيكون موتور 1500 سي سي تربو، 172 حصان، 290 نيوتن. هيكون متوصل بفتيس دول كلاتش 7 سرعات. التسارع بتاعها بيكون 7 ثانية و6 من 10 كل 100 كيلو، أو في من الصفر ل 100 كيلو. وهيكون كمان بالنسبة لاستهلاك البنزين 5 لتر و8 من 10 كل 100 كيلو. فدي يعتبر الإمكانيات بتاعة الموتور، اللي يعتبر متغيرة عن الموتور اللي فات اللي كان 3 سلندر زي ما قلنا. لو هنتكلم بقى عن الشكل من قدام، فالعربية عصرية جدا، شكلها جميل جدا ورياضي، وتحس إن اللي عاملها أو مصممها واخد من كل كده بستان وردة وحاطط في العربيه. يعني مثلا واخد من لexus من ناحيه الشكل من قدام، واخد مثلا من لامبورجيني من ناحيه الشكل من ورا. يعني تحس ان هو واخد كده من كل حاجه وحاطط في العربيه دي. فالمقدمه اللي لسه بنقولها هو ان المقدمه عصريه جدا ورياضيه، والشبكه شبه عربيات لexus، لكن الشبكه فيها فتحات كتير مش يعني تعتبر فيك، مش حقيقيه. فتحات تهويه برده موجوده، في كاميرا اماميه، في اضاءه ماتريكس LED. بالنسبه لابعاد العربيه، الطول 4 متر و40 سم، العرض متر و80 سم، وطول قاعده الرجعات 2 متر و60 سم، والخلوص الارضي للعربيه تقريبا 19 سم. وزن العربيه يعتبر 1350 كيلو جرام. لو هنتكلم عن الجنوط 18 بوصه. جنب العربيه ذات نفسه المرايات هيكون فيها كاميرا في كل مرايه، مع طبعا الكاميرا الاماميه مع الكاميرا الخلفيه، هتكون منظومه 360 درجه حوالين العربيه. طبعا ده هيكون من ضمن عوامل الامان والسلامه اللي في العربيه. العربيه بحجم كبير جدا، هتيجي تو تون، لون السقف لون العربيه، وهتكون نازله ب5 الوان. ناحيه جنب لسه مكملين معاه الابواب، هيكون فيها كيس انتر اللي هو بصمه في الابواب، اللي هو الباب الامامي وباب السائق. من ناحيه بقى الاداره ذات نفسه، فهيكون في سبويلر كده شكله جميل جدا زي ما انتم شايفين. سبويلر يعتبر طالع بره العربيه اصلا يعتبر، بس شكله جميل جدا. والصينيين عامه يعتبر فالحين جدا، او يعني بارعين جدا في ان هم يلفتوا العين، بيعملوا العربيات بشكل يعني يلفت عينك ويلفت نظرك، عشان انت حتى لو في يعني مثلا ديفو معين او حاجه معينه ما يعني مثلا دلوقتي احنا بنتكلم في الشبكه اللي قدام فيها فتحات كتير مش حقيقيه، بس انت من مجرد النظر كده تحب الشبكه، تحب شكلها، رغم ان فيها فتحات مش حقيقيه، ما لهاش، مش عمليه اصلا. لو اتكلمنا بقى عن الظهر ذات نفسه، لسه مكملين معاه اضاءه طبعا برضو LED شبه كده، تحس انها شبه ايه الاضاءات بتاعت عربيات الاودي. بالنسبه للشنطه بتفتح بطريقه كهربائيه، المساحه بتاعتها من جوه 350 لتر، وده طبعا كويس جدا بالنسبه للعربيه SUV، مع كمان طي الكنبه ممكن توصل ل 1500 لتر معاه. بالنسبه للسقف زي ما قلنا، سقف هيجي تو تون، وهيكون في فتحه سقف بانوراما شكلها جميل جدا. عوامل الامان المحتمله بقى للعربيه ان هيكون فيها 6 ايرباج، هيكون فيها محافظه على المسار، كاميرات 360 درجه، فيها التوقف التلقائي في حاله الطوارئ، فيها حساسات اماميه وخلفيه، فيها مثبت سرعه تكيفي، أنظمة فرامل ABS اللي هو نظام فرامل منع الانغلاق، والABD توزيع قوة الفرامل الإلكترونية، الASB اللي هو الثبات الإلكتروني، الASC اللي هو الاتزان الإلكتروني. هيكون يعني فيها باكج سيفتي جميل جدا وكويس جدا للعربية دي طبعا. لو هنتكلم بقى عن جوه العربية، فجوه العربية الماتيريال بتاع الأبواب بيجي بلاستيك، يعتبر البلاستيك منتشر جوه العربية. مساحات جوه الكنبة مساحات كويسة جدا بالنسبة للراس والرجلين، ونفق الفتيس يعتبر مش عالي قوي. وبالنسبة للماتيريال زي ما قلنا بتاع الكنبة، ماتيريال بيجي جلد في العربيه. برضو هنتكلم بقى، نطلع قدام شويه، الكونسول الوسطي فتحات تكييف، وفي قدام شويه بقى الفرامل اليد الكهربائيه، ومثلا يد جلد، وجواه مساحه تخزين كويسه جدا. هنلاقي انظمه قياده، هنلاقي النورمال والايكو برضو والسبورت. هنلاقي برضو امبيت رايت منتشره في العربيه، في برضو تكييف، وفي برضو فتحة USB وفتحة 12 فولت. الشاحن وايرلس. بالنسبة بقى للشاشة اللي قدام، شاشة وسائط 12.3 بوصة، بتدعم الابل كاربلاي والاندرويد اوتو. بعد كده هنلاقي شاشة عدات 10 بوصة، شاشة جميلة جدا طبعا ديجيتال. الطارة مالتي فانكشن، فيها طبعا التحكم بقى في الشاشة، وتحكم برضو في التليفون اللي مع حضرتك. التابلوت ذات نفسه الماتيريال بتاعه كويس جدا، بلاستيك بس سوفت، يعني سوفت ماتيريال، مش بلاستيك قوي. العربية يعني نازلة بره ب3 فئات. أعلى فئة فيهم عاملة تقريبا 21700، هي دي الفئة اللي معانا في الفيديو. 21700 من ناحية الدولار، ممكن لو ضربته مثلا في المصري ممكن يعمل لك مثلا في حدود مثلا 850000 تقريبا حاليا، يعني في الرينج ده.
فطبعا دي سعرها حلو جدا برضو على فكره يعني. كعربيه لو نزلت بالسعر ده طبعا، بس طبعا صعب تنزل بالسعر ده لان طبعا لسه في جمارك بقى، ولسه في كمان اوفر برايس. فالعربيه ممكن ما تيجي تنزل لك مثلا اعلى فئه فيها ممكن تعدي المليون. وده طبعا برضو الطبيعي جدا في الفئه، في الكلام الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، ان طبيعي ان العربيه تبقى عامله مليون، عربيه السي يو في. لو هنتكلم بقى على العربيه ذات نفسها مثلا، طبعا يعتبر العربيه في المجمل عربيه كويسه، واحنا طبعا مستنيينها تنزل عشان برضو نعمل لكم ريفيو عنها مفصل بقى، كل تكاتها وحركاتها كلها. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى اللايك والشير، ولو لسه ما اشتركتش دوس سبسكرايب وفعل زر الجرس، ونقابلكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.